طعم مصر. جربت تدوق طعم مصر؟ أيوة، مصر ليها طعم وليها ريحة وليها صوت وليها نور. مصر اللي عمر الجبرتي لم عرف لها عمر، على رأي عمنا صلاح جاهين. معلش هصبر كمان يمكن. طعم مصر مع أحمد راضي على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من طعم مصر. أجمل حاجة بتميز المصريين إنهم بيقدروا يعيشوا تحت أي ظرف مهما كانت قسوته، وبيقدروا يصنعوا السعادة في أصعب الظروف. والدليل على كده إن مصر من أيام الفراعنة ولحد دلوقتي مرت بصراعات وأزمات وحروب كتيرة جدا، والحمد لله لسه واقفة على رجليها وشعبها بيتحدى وبيقاوم. ومناسبة الكلام ده إننا النهاردة هنتكلم عن العادات والتقاليد الخاصة بالجواز والظروف الاقتصادية اللي كانت محيطة بيه زمان إزاي كانوا بيقدروا يتحدوا الظروف دي ويكملوا ويصنعوا منها أسباب للسعادة ويدولها طعم جميل بصبرهم ورضاهم. احتفاليات الجواز بقى في مصر ليها طابع خاص جدا من آلاف السنين. الجواز عندهم بيمثل بداية جديدة وخير جديد، مش مجرد علاقة بين راجل وست وخلاص يعني. وزمان برغم الظروف الاقتصادية الصعبة كان المصريين وخاصة أهل الصعيد محافظين على عادات الجواز وعلى المراسم والطقوس اللي بيمر بيها، بداية من الكلام على العروسة لحد يوم الصباحية والسبوع. وكانت الأغاني اللي بتتقال في المناسبات دي بتشرح العادات والطقوس بالتفصيل. وهنتكلم في البداية عن تجهيز منزل العروسين في الصعيد، منزل الزوجية. البيت اللي كان العريس والعروسة بيتجوزوا فيه كان بسيط جدا، ولأن الجواز كان بيعتمد على جواز القرايب في الصعيد، يعني كانت بتعتمد على نظام العيلة الممتدة. يعني إيه؟ يعني العريس كان بيعيش في بيت العيلة اللي كان بيشمل الأب والأم والعمام والجد. فكان الولد لما ينوي يتجوز كانوا يبنوا له أوضة من الطين داخل البيت، أو ممكن يبنوا له أوضة في الدور التاني من البيت، وكانت بتبقى مبنية من الطوب اللبن والطين، وبتكون مسقوفة بحاجة اسمها الفلق. والفلق ده عبارة عن نخلة متقسمة 4 أقسام زي العمود المسلح اللي بيرموا عليه سقف الخرسانة كده. وفوق الفلق كانوا بيرصوا جريد نخل وبيغطوا جريد النخل بالقش، وفوق القش كانوا بيفرشوا الطين، وكانوا بيبيضوا حيطان الأوضة من جوه بالجير الأبيض. أما الفرش اللي كان في الأوضة غالبا يعني بيكون عبارة عن حصير من الحلف، والحلف ده نبات بينمو على الترع والمصارف، ويوجد حرفية متخصصين في صناعة الحصير من نبات الحلف. وكانوا بيفرشوا الحصير بفرو من صوف الخروف. لكن كان فيه قلة من الأغنياء بيشتروا سرير من المعدن ب4 عمدان، ومعظمنا شافوا يعني في الأفلام الأبيض وأسود القديمة. وكان بيبقى في الأوضة من جوه حبل من ليف النخيل ممدود بالعرض كده، وكانوا بيسموه معلاق، وكانوا بيعلقوا فيه الهدوم بتاعة العريس والعروسة. والمعلاق ده كان بيأدي دور دولاب الملابس في الوقت ده. وكانت العروسة بتجيب معاها من بيت أبوها صندوق خشب. الصندوق ده بتشيل فيه كل متعلقاتها الثمينة زي الذهب والفضة وفستان الفرح والمكحلة والمراية وشوية أدوات من أدوات البيت. وكان بيبقى موجود في الأوضة لمبة جاز علشان تنور، وكانوا بيسموها لمبة صاروخ. واللمبة دي كان الدخان اللي بيطلع منها بيخلي الأوضة المتبيضة بعد أسبوع أو أقل حتة فحمة. وكان أحيانا بيبقى موجود في الأوضة أداة لعمل الشاي والتسخين الأكل اسمها وابور الجاز أو الكباس، طبعا عارفينه. وده كان صوته وهو شغال زي مكان المصانع. يعني ما شاء الله كده كان العروسين بيعيشوا في مكان نقي وهادي وبيسبب السعادة. طيب لما تحب الزوجة تطبخ كانت بتعمل ايه؟ طبعا مفيش حاجة اسمها تطبخ وتاكل هي وجوزها لوحدهم، طبعا لا. الطبيخ كان بيتم في البيت لكل أفراد العيلة على كانون مصنوع من الطين، والعريس والعروسة كانوا بينزلوا ياكلوا مع لمة العيلة. طيب والخبيز والعيش؟ برضو كان الخبيز خاص بالعيلة كلها،
وكان بيتم في يوم من أيام الأسبوع على فرن مصنوع من الطين والصلصال، وكانوا بيخبزوا عيش شمسي أو عيش بتاو مصنوع من القمح. وفي ناس كانت بتخبز عيش اسمه العيش القيضي، وده مصنوع من الذرة الرفيعة، وكان عندهم زير من الفخار بيخزنوا فيه المية، والزير ده كان عبارة عن فلتر طبيعي بيخلي للمية طعم جميل وبيسقعها في عز حرارة الصيف من غير أي تلاجة. وكانوا طبعا عندهم مواشي موجودة في الحوش بيحلبوا منها اللبن وبيطلعوا منه السمنة البلدي والجبنة وخلافه، وكان عندهم بلاليص كده بيخزنوا فيها الجبنة القديمة والمش، وكان عندهم طيور بتجيب لهم بيض وبيذبحوا منها وياكلوا، وكانوا بيجيبوا الخضار من الغيط اللي زارعينه بإيديهم. شفت الخير؟ ولو لاحظنا هنا هنلاقي إن بيت الزوجية وكل الحاجات اللي بيستعملوها أو بيشربوها وبياكلوها كلها من عناصر البيئة المحيطة بيهم، وده اسمه الاكتفاء الذاتي. عشان كده برغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة لكن كانوا عايشين أحلى عيشة، وكانت أمراضهم قليلة وأعمارهم طويلة برغم قلة الخدمات الصحية، لأنهم كانوا بياكلوا أكل نظيف من خير الأرض. هو ده طعم مصر اللي افتقدنا جزء كبير منه دلوقتي، نتمنى انه يرجع تاني. يلا اشوفكم الحلقة الجاية. خلصت حلقتنا وهنتقابل بكرة في حلقة جديدة من طعم مصر. كنت معاكم أحمد راضي على راديو كمد، محطة على المحطة. كنتم مع طعم مصر مع أحمد راضي على راديو كمد، محطة على المحطة. راديو كمد، محطة على المحطة.